اهلا بيكم في اكلات ووصفات. مين اللي عمل اللحمه بالطريقه اللذيذه دي؟ طريقه حلوه وطعمها لذيذ، ما غيبتش ولا خدت اي وقت معايا. انا بجيب اللحمه صغيره علشان ما تغيبش في التسويه، وبنقطعها شرايح صغيره علشان هنعملها في طاجن في الفرن. اللحمه قطعتيها بعد ما غسلتيها ونضفتيها وحطيتها قطعتها صغير. معايا الخضار اللي هعمله معاها النهارده: بصل قوارمه، وفلفل الوان اخضر واصفر واحمر، وجزر، وفصين توم. معايا مادة دهنية، سمنة على زيت أو زيت بس. بعد كده هعمل صدمة للحمة علشان خاطر تنزل السوائل اللي فيها وتقفل الأنسجة بتاعتها. اللحمة هتديها صدمة، وهخلص كل الكمية اللي معايا. انت مولعة الفرن، مجهزة حاجتك. معايا الفلفل والبصل والجزر والطماطم، كل ده هديهم صدمة مكان الصينية اللي انا عاملة فيها اللحمة، علشان خاطر تاخد من طعم اللحمة والصوص اللي كان نازل من اللحمة. هديه بس صدمة كده ولون بس، مش هغيبه على النار. بعد كده هحطه في الطاجن نص كمية الخضار، واحط اللحمة، وهحط نص كمية الخضار الباقي. ممكن اعمل في صينيه ألمونيا لو ما عنديش فخار، او الفخار ده لو ما عنديش فرن هحط صاجة على البوتاجاز وهحطها عليه، بس بيغيب في التسوية. احنا بنغطيه علشان خاطر ما يغيبش في التسوية، سواء في الفرن او على البوتاجاز بنغطي الفخار علشان خاطر اللحمة ما تغيبش. واللحمة بنزودها بمية مغلية علشان ما تشدش مننا، زي ما حضراتكم شايفين لون اللحمة ولون الخضار زي ما حضراتكم شايفين كده. حطيت نص الخضار واللحمة، وحطيت نص الخضار الباقي معاه شوية فلفل اسود وورقة اللورة وحبهان، والطماطم زي ما هي، كل حاجة سليمة النهاردة زي ما هي. ممكن نقطع الخضار ده كله، يعني البصل والطماطم والحاجات دي والفلفل والجزر، نقطعهم شرايح ونشوحهم ونحطهم مع اللحمة. بس ما تحطيش الخضار في اول ما اللحمه بتستوي علشان ما يستويش ويتهري وما يبقاش باين منه اي اثر في الطبق. احنا بنعمل الخضار في الاخر علشان خاطر يبقى باين مع اللحمه. والميه مغليه زودتها وانا مولعه الفرن من قبلها. مولعه الفرن، حطيتها اول ما تغلي توطى عليها. لايكات وتعليقات وشيروا الفيديوهات علشان قناتي تكبر بيكم. شكرا لكل متابعيني، وشكرا لغير المتابعين للقناة، هم دول اللي كبروا قناتي، غير المتابعين اللي دخلوا صفحتي من غير ما يبقوا مشتركين معايا. كل الشكر والتقدير لحضراتكم، ونفسي قناتي تكبر بيكم وصفحتي تكبر بيكم. بحبكم في الله. معايا اللحمة حطيتها في الفرن واستوت وخرجتها. انا شلت بس الغطا اخر دقيقتين مع شوية الملح، حطيت شوية ملح وشلت الغطا وسبتها تاخد لون، وخدت من طعم الملح ما تكتريش منه. البصل مسكر ومخلي طعم اللحمة حلو. اللحمة طرية ومستوية ولذيذة، وطعم الخضار معاها جميل وريحتها قلب الشارع. جربيها بالطريقة دي هتعجبك وهتعملي منها على طول. وده كان فيديو النهاردة، واشوفكم فيديو جديد.